السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا الفيديو ده من الفيديوهات اللي انتم منتظرينها من ساعة تقريبا ما بدأت اعمل سلسلة المدرسين، فعشان كده ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن مادة الاحياء وعن المدرسين اللي كنت باخد معاهم ومميزات كل واحد وعيوبه ايه، وكمان اقول لكم ازاي تذاكروا احياء وشوية تريكات كده هتفيدكم جدا في المذاكرة. فطبعا ما تنسونيش في اللايكات وتعملوا شير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من زمايلكم، وما تنسوش طبعا جروب التليجرام واعملوا لي فولو على انستجرام عشان نبقى اصحاب ونعرف نتواصل مع بعض. ويلا بينا نبدأ الفيديو. please keep watching. مبدئيا انا على مدار السنة كنت باخد مع دكتور احمد الجوهري. الدكتور حقيقي كان شرحه ممتاز جدا، بيخليك تتخيل كده المادة برسوماتها بافكارها بكل حاجة فيها، بيخليك كده انت عايش جوه الاحياء ذات نفسها. وكان كمان الرسومات بيتعامل معاها بطريقة حلوة جدا، وكان بيوريك العظام وكل الحاجات دي بطريقة ال 3D، ودي طريقة مفيدة جدا ليك نظريا. يعني انت تبص في الحاجة فتشوف كل تفاصيلها وكده، احسن ما تفضل ان انت تشوفها من الكتاب فتقعد تحفظها وتذاكرها، بيبقى موضوع مش احسن حاجة. فدكتور احمد الجوهري كان بيركز قوي على البوينت دي، بس طبعا مفيش حاجة بتبقى كاملة للآخر. كان في عيوب عند دكتور احمد الجوهري، وهو التيم بتاعه ما كانش مفيد ليا اطلاقا، ما كانش بيقدم لي خدمة كويسة خالص، ما كانش بيساعدني خالص في الأسئلة. لما كان بيبقى في حاجات واقفة معايا وابعتها لهم، هما كانوا كل مثلا شابتر بيعملوا جروب للناس المشتركين في الشابتر ده، وكان الجروب ده بيتفتح بعد كل شابتر او كل حتى حصة. يعني مثلا شابتر زي الدعامة والحركة ده فيه درسين تقريبا، فبعد كل درس او بعد الدرس الاول كان يفتح الجروب لمدة 3 ساعات، بس ال3 ساعات ده انت بتسأل كل اسئلتك عليهم وهما بقى بيردوا عليك. وكان في كمان حاجة ان هما كانوا مفعلين ميزة التليجرام ان انت تسأل سؤال واحد او تبعت مسج واحدة لمدة مثلا نص ساعة، تبدأ ان انت تبعت المسج اللي بعدها. فكان الموضوع ده بيأثر عليا جدا، اللي هو انا ال3 ساعات ممكن اصلا ما اكونش فاضية فيهم، اكون في درس، اكون بسمع حصة اونلاين، الحاجات دي. واغلب المصادر زي ما انتوا عارفين ان انت ممكن تفتح الحصة ويكون متاح لك عدد معين من المشاهدات، فلو انا هوقف حصتي عشان ال3 ساعات اللي المستر بيفتح فيهم. فكان الموضوع متعب جدا، وكمان ما كانوش بيردوا غير بعدها بحوالي 3-4 ايام، ممكن يوصل لاسبوع ما بيردوش على الاسئله. فكان التيم بتاعهم مش متعاون معايا خالص. فدي كانت مشكلتي مع دكتور احمد الجوهري. حاجه كمان وهي كتب دكتور احمد الجوهري. كتب دكتور احمد الجوهري ما كانتش كافيه ان انت تعتمد عليها بشكل كلي، كانت كمان تحس ان هو مثلا عاملها من اول ما بدأ خالص يشرح احياء، فما كانش بيجدد فيهم، ما كانش بيعمل لهم ابديت، فبالتالي الكتب ما كانش كافيه خالص. يعني مثلا ده كان كتاب بالمعسكر، ما كانش المعلومات اللي فيه كافية خالص، حتى الكتب الأساسية ما كانتش كافية، وممكن الرسومات اللي فيها والحاجات دي والتلخيصات كانت بتساعدك شوية، بس مش ان انت تعتمد عليها بشكل كامل. فعشان كده دي كانت من الحاجات برضو اللي مضايقاني جدا في دكتور احمد الجوهري على مدار السنة. وبما اننا جينا لموضوع الكتب وانا كنت بذاكر بقى منين احياء، فانا كان عندي الكتب بتاعه مو صالح، لو مستر محمد صالح. انا كنت باخد مع مستر محمد صالح تقريبا اول شهر بس، كنت باخد سنتر، بس وقفت طبعا السنتر لان من عيوب مستر محمد صالح ان هو اولا بيتاخر على الحصه. يعني مثلا لو عندي الحصه الساعه 1 فهو كان بيجي لنا 3 ونص، فكان كل ده اهدار للوقت، فكان بيضيع لي وقت كتير. علشان كده انا لجأت للاونلاين واشتركت مع دكتور احمد الجوهري، لان كمان من عيوب مستر محمد صالح ان هو كانش شرحه ملائم للنظام الجديد. يعني كان بيشرح بطريقة الحفظ، بطريقة التلقين، فما كانش فيها اي ابداع مثلا، اي تعمق في الشرح، كل الحاجات دي ما كانتش موجودة. فبرضه كان مش مناسباني ومش ملائمة ليا في موضوع ان انا عايزة افهم احياء كويس، عايزة احل عليها كويس. هو شرح دكتور احمد الجوهري كان كويس قوي، التيم بتاع دكتور احمد الجوهري هو اللي كان فيه مشكلة. انما بقى من الحاجات اللي كانت روعة جدا عند مستر محمد صالح المنصة بتاعته كانت رخيصة جدا على مدار السنة كلها. يعني تقريبا الشهر تقريبا كان 25 جنيه. فأنا كنت مشتركة مع مستر محمد صالح، وكنت مشتركة مع دكتور أحمد الجوهري. كنت مشتركة مع مستر محمد صالح لسبب إن التيم بتاعه اللي كان على المنصة كان كويس جدا 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 في الأسئلة، بيرد عليا بسرعة، بيرد عليا بإجابات علمية وإجابات صحيحة جدا. كان بيحاول ان هو يفهموني السؤال بالاجابه الصح بتاعته، وليه السؤال جه كده،
وايه اجابته وازاي تفكري فيها، كل الحاجات دي كويس جدا في مستر محمد صالح. ومن الحاجات كمان اللي كانت عجباني جدا في منصة مستر محمد صالح هي امتحاناته واسئلته. حقيقي امتحاناته واسئلته كانت قمة في الروعة، بيقول حاجات كتير ما بيطلعش منها الامتحان. يعني ابسط حاجة هقولها لكم، السؤال بتاع الRRNA اللي جاء في امتحان 2024 السنة دي، اللي هو كان فيه اختلاف على النواة ولا النوية، وهحط لكم السؤال ده من كتاب مستر محمد صالح هنا. هو ما كانش فيه كتاب اسئله كتير، بس الاسئله اللي فيه كانت بتوضح حاجات كتير جدا مهمه. كان مثلا في الدرس ممكن تلاقي اختيارين ثلاثه، الثلاث اختيارات او الاختيارين دول مهمين جدا، وبيبقى بيركز على بوينت معينه في الدرس اللي بيسال فيها في الامتحان. وزي ما انتم شفتوا برضو هطلع لكم السؤال. فمستر محمد صالح برضو كان ليه مميزات كويسه جدا جدا زي ما قلت لكم. فانا اخدت من مستر محمد صالح حاجه زي ما قلت لكم اللي هو التيم بتاعه، واخدت من مستر احمد الجوهري الشرح بتاعه. انا دايما بقول لكم حاجه، ان هو بلاش التشتت بين المدرسين. انا ما كنتش مشتته بينهم، لان انا كنت واخده من ده حاجه ومن ده حاجه، بس في حد مش هيستريح في كل ده، يبقى عايز مدرس واحد فيه كل الميزات دي. فمن الدكاترة كويسين جدا او المدرسين كويسين جدا اللي بيشرحوا مادة الاحياء وهو دكتور محمد ايمن. دكتور محمد ايمن من الناس اللي بتشرح احياء كويس جدا جدا جدا، واللي هي ممتازة جدا في شرحها. دكتور محمد ايمن فعلا شرحه رائع جدا، بيقولك كل حاجة بطريقة مبسطة جدا. عارف ان هو برضو يقولك موضوع الرسومات وال3D والكلام ده. فالشرح بتاعه كان قمة في الروعة حقيقي، وانا كنت بفهم منه حاجات كتير جدا. كان عنده تيم فعلا كويس جدا جدا جدا، متعاون جدا. هم عندهم ان انت ليهم رقم تليجرام او حساب تليجرام، بتبدأ ان انت تبعت لهم عليهم الاسئلة اللي انت عايزها، بيتجاوب عليها تقريبا في خلال يوم او تاني يوم. بس بيتجاوب عليها بتفصيل، بيقولوا لك كل حاجة انت محتاجها، كل الشرح اللي محتاجه للسؤال ده. لو حتى مش سؤال وانت عايز تفهم جزء تاني كانوا بيفهمهولك. فحقيقي هم كانوا متعاونين جدا 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 مع الطلبة. وكمان المنصة كويسة جدا، واي مشكلة في المنصة بتقابلك برضو بيبقى ليهم رقم تتواصل عليه. كل الدعم الفني بيبقى معاك، وان هما مش بيسيبوك في اي حاجة. واسئلته طبعا كانت كويسة جدا جدا جدا، الكتاب بتاعه كان حلو جدا وممتاز، في كم اسئلة هايل، في حاجات تحفة جدا. بس من الحاجات اللي انتوا بتبقوا شايفينها عيب لدكتور محمد ايمن، انا بصراحة شايفاها ميزة عن نفسي، ان هو كان بيقول معلومات زيادة ما كانتش موجودة في كتاب المدرسي او في المنهج عموما. كل ده انتوا بتشوفوه ان هو عشان دكتور فبيقول لكم معلومات زيادة اوفر، الحاجات دي مش هتحتاجوها. بالعكس، كل حاجة دكتور محمد ايمن او دكتور احمد الجوهري بيقولوها اثناء الشرح بتبقى مهمة جدا ليك، وبتبقى داخل الموضوع، بس انت هتستفيد منها في الاسئلة، مش هتستفيد منها في موقعها في المنهج. انت بتستفيد منهم في حل الاسئلة، فعلا بتحس ان انت فارق كتير عن زمايلك اللي مش بياخدوا المعلومات دي. بيقعدوا يفكروا في السؤال مثلا كتير، لو حد بيفكر فيه 5 دقايق انت هتفكر فيه في 3 دقايق مثلا. فحقيقي الحاجات الزياده اللي هما كانوا بيقولوها هتفيدك جدا، انت مش تاخدها انها هتضرك. وحاول ان انت تستفيد كويس قوي من البوينت دي، علشان فعلا هتفيدك جدا في حل الاسئله. رابع مدرس معانا النهارده هقوله لكم وهو مستر احمد قطب. مستر احمد قطب تقريبا مستوى شرحه ومستوى اسئلته ومستوى حله شبه شويه دكتور محمد ايمن. هو شرحه ممتاز جدا برضو، شرحه في تعمق وفي فهم كويس. المادة العلمية كمان بتاعته كويسة جدا، مذكراته كمان من المذكرات اللي تعتمد عليها كويس جدا. بس مستر احمد قطب بيقول حاجات كتير في الحصة بتحتاج ان انت تزودها معاه. ولكن من عيوب مستر احمد قطب هي نفس اول عيب لمستر محمد صالح، وهو موضوع السنتر. لو انت بتاخد سنتر فهو بيتأخر على ما يجي السنتر، بياخد وقت طويل وده اهدار للوقت، فبرشحهولك جدا لو هتاخد اونلاين. هو شرحه ممتاز، اسئلته كمان ممتازة، الكتاب بتاعه وافي، وكمان بيقولك ان انت تزود معاه بوينتس في الحصة. التيم كمان بتاعه بيكون متعاون معاك جدا، سواء في تفعيل المنصة او في ان انت تسأل اي سؤال في المنهج عادي. ودي تقريبا الحاجات اللي انت بتبقى محتاجها في اي مدرس. فدلوقتي هنيجي للسؤال اللي انتوا هتسألوهولي. انتي قلتي 4 مدرسين او 4 بيشرحوا احياء، ترشحي مين فيهم اعتمد عليه بشكل كلي؟ هقولك اخر 2، دكتور محمد ايمن ومستر احمد قطب. صراحة الاتنين من الحاجات اللي تقريبا فيهم حاجات كاملة كتير، او هما كاملين وشاملين، مش هتحتاج ان انت تاخد معاهم مدرس تاني، سواء اخدت مع ده او مع ده. مفيش عيوب عميقة لا في الشرح ولا مثلا في التيم بتاعه ولا في الاسئلة ولا في الكتب ولا في اي حاجة.
فهم دول اللي انا برشحه لكم، وبتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من ترشيحي ده، وبتمنى كمان ان انتوا تكونوا متوافقين معاه، واللي جرب برضو مع اي مدرس تاني يقول لنا في الكومنتس ويقول لنا شايف مين مدرس تاني كويس. هم دول بصراحة اللي انا شايفهم من وجهة نظري افضل 4، وقلت لكم بالظبط كل واحد منهم وعيوبه ايه، ولو برشح لك في الاخر تاخد مع مين قلت لكم كمان. دلوقتي بقى اقول لكم ازاي تذاكروا الاحياء، او ايه التريكات اللي تعملوها في مذاكرة الاحياء. اول نصيحة ليك وهي ان انت وانت بتذاكر الاحياء تتخيل الاحياء، تتخيل الرسومات، تتخيل مثلا في العظام ان انت تحفظ العظام باشكالها باماكنها، تحس ان انت كده مستمتع وانت بتذاكرها، لان هي دي اللي هيخليك، او هو ده اللي هيصبرك على مادة الاحياء في الاخر. تاني حاجة او تاني نصيحة وهي ان انت تلخص الدرس بطريقة الربط، تربط المعلومات ببعض. يعني بعد كل درس تاخده حاول ان انت تربط المعلومات ببعضها، مثلا تكتب تجميعات للعظام، تكتب مثلا الهرمونات كل واحد وظيفته ايه وتربطهم ببعض، تربط مثلا الهرمونات بالمناعة. كل الحاجات دي حاول ان انت تربطها ببعض، حاول ان انت تلخص كويس قوي الاحياء، ان الاحياء مهم جدا ان انت تلخص فيها الدرس، وده اللي انا اكتشفته متاخر. تلخص فيها الدرس بعد ما تذاكره كويس قوي وقبل كمان ما تحل. وحاول ان انت وانت بتلخص تكون بتلخص من تفكيرك انت او من دماغك انت، مش ان انت باصص لكتاب كده وبتلخص منه، لا بلاش الموضوع ده. افتكر انت المعلومات اللي اتقالت في الحصة، افتكر كل الشرح اللي اتقال، وحاول ان انت تلخصه مع نفسك، لان الموضوع ده هو اللي هيثبت المعلومات في دماغك لاكبر وقت ممكن. تالت نصيحة وهي ان انت تحل كتير جدا في اسئلة الاحياء. بص عيش كده في الاحياء، حل كتير، اي سؤال يقابلك حله، يعني اي كتاب يقابلك اي سؤال لو في الاحياء فانا بقول لك حل كتب كتير جدا، لان الكتاب الاسئله بجد هي اللي هتفيدك في الامتحان. الافكار هي اللي هتشغل دماغك وهتخليك تفكر وتربط معلومات، هتخليك ان انت تتعمق في المنهج اكتر. فبجد حل كتير جدا في الاحياء. رابع حاجه او رابع نصيحه، ودي بقى في اي ماده، هو ان انت ما تستسهلش السؤال. يعني مثلا اول ما تشوف السؤال كده تقول ده صعب، لا هسيبه او هشوفه من اي حد بيشرحه. لا بلاش تستسهل الموضوع ان انت تشوف السؤال او تشوف حله او تشوف شرحه قبل ما تفكر فيه. يعني انت بتستصعب على نفسك فكرة ان انا لسه هفكر، فما تستسهلش الموضوع، ما تاخدش الطريق السهل وتروح له، لان ده مش هيفيدك خالص. لو فادك مثلا في وقتها ان انت تعرف حل السؤال، مش هيعلمك ازاي تفكر، مش هيعلمك ازاي ان انت لو في سؤال واقف معاك في الامتحان تفكر فيه، وازاي تحاول ان انت تجيبه وتشغل دماغك وتحاول ان انت تفكر في السؤال صح. كل الكلام ده الطريق السهل مش هيعلمهولك، فخد الطريق الصعب واتعب نفسك شويه، وحاول ان انت تفكر في السؤال حتى لو غلطت. فانت لو غلطت اصلا في السؤال وجيت صححته لنفسك هتفتكره، انما لما تختار الطريق السهل وان انت تروح تشوف حله على طول، انت بكده ما عملتش حاجه، بكده ما استفدتش من الاسئله اللي انت بتحلها. وبس كده، ده كان فيديو الاحياء. اتمنى ان شاء الله ان هو يكون فاتكم، سواء في المدرسين او في التريكات اللي انا قلتها لكم، واعملوا بيها عشان مهمه جدا. وبتمنى لكم التوفيق جميعا يا رب، وادعوا لزمايلكم اللي في 2024 دفعه 2024 عشان النتيجه بتاعتهم، وادعوا لاختي معاكم. Thank you for watching.